طالعة رقاصة في كباريه وبتلبس بدل رقص عريانة وكمان مفتوحة من كل حتة، وبتقول للي بينتقدوها شوفوا الأول واحكموا يا جماعة ايه علاقة الرقص برمضان. تعالى أعرفك على مسلسل رانيا يوسف الجديد في رمضان اللي جاي. عودتنا رانيا يوسف على إثارة الجدل في أي ظهور ليها، سواء كان الظهور ده في مهرجان أو في برنامج أو حتى في عمل فني، وقررت إنها السنة دي تكمل إثارة الجدل بدور جريء وهو دور الرقاصة. ونشرت الشركة المنتجة برومو مسلسل جريمة منتصف الليل، وجايلك في قصة الاسم بس استنى عليا شوية. المهم إن البرومو ظهرت رانيا يوسف وهي لابسة بدلة رقص وفي كباريه، واستقبلت رانيا يوسف هجوم وانتقادات كتير بسبب تقديمها لدور رقاصة، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا إنه شهر كريم وشهر عبادة وقرب من ربنا. ووجه لها الجمهور رسائل زي يعني لما أحب أتفرج في نهار رمضان على مسلسل أعمل إيه؟ هو أنت ما بتقدميش أي أدوار غير دي؟ وغيرها من التعليقات اللي كلها غضب من الدور. وده يرجع لرانيا يوسف نفسها بإطلالاتها اللي بيشوفها كتير من الناس مثيرة وأدوارها الجريئة في أعمالها الفنية. وكان لرانيا يوسف رأي في الكلام اللي اتقال في تصريحات تلفزيونية ليها، وقالت أنا ما بركزش في الكلام اللي بيتقال، إزاي تحكموا على مسلسل من قبل ما تشوفوه؟ بدل الرقص كلها مقفولة وما فيهاش أي إثارة، وقصة المسلسل هي حقيقية لجريمة من 15 سنة. أنا مش بثير الجدل، بشتغل ومش بركز في السوشيال ميديا وفي مين بيقول إيه خالص، لأنها كلها حاجات وحوارات ملهاش لازمة علشان انتوا لسه ما اتفرجتوش على المسلسل علشان تحكموا عليه. اتفرجوا الأول وبعد كده قولوا واحكموا. وبالنسبة لبدل الرقص اللي مزعلاكوا في رمضان فكلها البدلة المقفولة ما فيهاش حاجة وصور مش مكشوفة. أنا مش عارفة انتوا بتتكلموا على ايه، ده بشوفه فراغ وتضييع وقت وتسلية، فتمام اتسلوا شوية. وبتدور أحداث المسلسل حوالين جريمة قتل حصلت وقت متأخر من الليل، واتقتل بنتين لسه بيدرسوا في الجامعة في بيت واحدة فيهم، ومنهم ميسون وهي بنت رانيا يوسف في المسلسل. وبيبتدي الكل يدور حوالين مين المتسبب وايه القصص الغامضة ورا قتلهم، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة، والعمل بينتمي للتشويق والأكشن. والمسلسل موقفش إثارة جدل لحد كده، الاسم كمان كان عليه كلام كتير واعتراضات، وكان اسم المسلسل دماء العذاري قبل ما يتغير لجريمة منتصف الليل بسبب ان شافوا كتير من الناس مش متناسب مع المعايير المجتمعية. وكان اتكلم الفنان أحمد عبد العزيز أحد المشاركين في المسلسل انه كان عنده تحفظ كبير على الاسم رغم انه كان معبر. والمسلسل بيضم عدد كبير من الفنانين الكبار وكمان الشباب الصغيرين، وبيشارك رانيا يوسف في المسلسل أحمد عبد العزيز، محمد عز، محمد مهران، عفاف شعيب، صلاح عبد الله، ميار الغيطي. والمسلسل من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عصام شعبان.